مرحبا بكم في هذا التقرير الخاص بنهائي كأس إفريقيا للسيدات 2025 الذي جمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري في مباراة مثيرة احتضنها ملعب الرباط الأولمبي الذي شيده المغرب حديثا. كانت التطلعات عالية والأحلام كبيرة، فلبؤات الأطلس دخلنا المواجهة بطموح الظفر باللقب الأول في تاريخهن، خصوصا بعد الأداء الرائع طيلة مشوار البطولة. الشوط الأول كان مغربيا بامتياز. افتتحت غزلان الشباك التسجيل مبكرا بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، أشعلت به المدرجات، ثم أضافت سناء المسعودي الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد مجهود فردي مميز جعل الجميع يؤمن بأن اللقب أصبح قريبا جدا. لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالنهاية. في الشوط الثاني تغير السيناريو كليا. منتخب نيجيريا بخبرته الكبيرة عاد بقوة ونجح في تقليص الفارق عبر إستر أوكورونكو في الدقيقة 64 قبل أن تدرك فولاشاد إيجاميلوسي التعادل بعد 7 دقائق فقط. وبينما كانت المباراة متجهة نحو نهايتها المثيرة، عرف الشوط الثاني لحظة حاسمة أثارت الكثير من الجدل، حيث أعلنت الحكمة عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة العمليات. اعتقد الجميع أنها ستكون فرصة مثالية لتغيير مجرى اللقاء، لكن وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء القرار وسط دهشة اللاعبات والجماهير على حد سواء. هذا الإلغاء أثار موجة من التعليقات الحادة، فالكثيرون رأوا أن التدخل كان يستحق إعلان ضربة الجزاء من الحكمة وتقنية الفيديو على حد سواء. وسائل الإعلام المغربية عبرت عن استيائها من القرار واعتبرته لحظة مفصلية حرمت لبؤات الأطلس من العودة في المباراة، خاصة وأن النتيجة كانت متعادلة حينها، وبين تقنية الفيديو والقرارات البشرية ضاعت ربما واحدة من أهم فرص العودة. وفي الدقيقة 88 سجل الهدف الذي كسر القلوب. النيجيرية إيشيغيني وقعت هدف الفوز ليمنح منتخب نيجيريا لقبه العاشر في تاريخ المسابقة ويحرم المغرب من التتويج على أرضه وأمام جماهيره. ولكن وجب التأكيد على أن أسباب الخسارة كانت متعددة للأمانة، فالمغرب أعطى جهدا بدنيا أكبر من نيجيريا في المباريات السابقة وكذلك النهائي، حيث استمر المد الهجومي المغربي طوال الشوطين مع حضور بدني أقوى للنيجيريات اللائي ساعدتهن الخبرة في العودة في المباراة وحسم البطولة لصالحه. خسارة مؤلمة، نعم، لكن أداء لبؤات الأطلس كان مشرفا بكل المقاييس، خاصة مع الوصول للنهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو دليل واضح على التقدم الكبير الذي تعرفه كرة القدم النسوية في المغرب. اليوم انتهت مغامرة وغدا تبدأ أخرى، فمن رحم الهزائم تولد البطولات، والمغربيات أثبتن أنهن قادرات على مقارعة الكبار، وبأن الحلم لم ينتهي بل تأجل فقط. هذا المستوى جعل ملك البلاد محمد السادس يهنئ طاقم المنتخب المغربي للسيدات عبر رسالة خفافة وجع الهزيمة القاسية. ورغم خسارة المغرب اللقب، فقد أشاد الجميع بحسن تنظيم التظاهرة التي أعطت لإفريقيا بعدا إيجابيا على مستوى كرة القدم العالمية، والبنى التحتية والتنظيم والاستقبال الجيدين، وهو تتويج للمغرب المقبل على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية قارية، وهي كأس إفريقيا للرجال دجنبر المقبل. وعلاقة بالموضوع، نأخذكم اليوم في جولة خاصة إلى قلب العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا إلى موقع مشروع رياضي واعد، ملعب الأمير مولاي الحسن. هذا الملعب الذي كان يعد سابقا معقلا لنادي الفتح الرباطي يخضع اليوم لتحول جذري ضمن مشروع ضخم يعكس طموح المغرب في تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية، وعلى رأسها كأس الإفريقية 2025. أشغال إعادة البناء انطلقت على قدم وساق بميزانية مهمة ومساحة تقارب 3 هكتارات. الملعب الجديد سيحمل طابعا معماريا عصريا مستلهما من التراث المغربي، وسيتسع لأكثر من 22 ألف متفرج في مدرجات مغطاة بالكامل. في بداية سنة 2025 لم يكن بالمكان سوى حفرة عملاقة تعد لمرحلة الأساسات، أما اليوم
فقد أصبحت ملامح المدرجات بارزة والهياكل الحديدية ترتفع لتعلن عن اقتراب موعد الانتهاء، وبحسب المخطط فإن مدة الإنجاز لا تتجاوز 8 أشهر، مما يجعل الملعب جاهزا لاستقبال المباريات الرسمية بحلول نهاية السنة الجارية، وهو ما كان يستبعده المحللون والجمهور الجزائري الذي يلعب منتخبه بهذا الملعب بالذات، حيث تحول الإنكار إلى اعتراف واندهاش من قدرة المغرب على إنشاء تحفة رياضية بهذا المستوى في مدة وجيزة، حيث وصل الملعب لمراحله النهائية من تثبيت الكراسي ومد السقف وتجهيز الأرضية، وما هي إلا أسابيع حتى يفتتح هذا الصرح الرياضي في وجه الأندية والمنتخبات الكروية المحلية والدولية. ملعب مولاي الحسن لن يكون مجرد منشأة رياضية، بل فضاء حضريا مفتوحا يربط الرياضة بالثقافة والمعمار، حيث تم التخلي عن الجدران الخارجية وفتح المساحات أمام الجمهور لتتحول التجربة الكروية إلى احتفال جماهيري شامل. وفي الجزائر دائما أكد المنتخب الجزائري الأول حضوره في 8 من شهر سبتمبر إلى المغرب، حيث تجرى مباراة هامة تجمعه بالمنتخب الغيني عن تصفيات كأس العالم 2026 بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وبالعودة إلى المغرب، اللاعب معاذ الضحاك المطلوب من فرق عديدة قد يكون صفقة محتملة للرجاء، خاصة بعد نشره صورة له يحيط به جمهور النسور، وهو لاعب واعد صغير السن، لم يكمل بعد عامه 20 وقد سجل عدة أهداف هذا الموسم رفقة فريقه اتحاد تواركة، وهو لاعب لشبان المغرب متوسط الطول، مهاري وسريع، ويشغل مركز الجناح الأيسر. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء.